عايزاكي بإذن الله تجهزي نفسك أول يوم رمضان تعملي لجوزك قمر الدين حبيبك صينية كنافة بالكاتافاست أو كنافة باللحمة المفرومة، كنافة أو كنافة زي ما بتنطقيها أيهما أسهل، عشان هيبقى عنده صداع وكلنا عارفين الصداع هيجيله منين. في رمضان عندنا هنا مفيش حاجة اسمها تعبانة ومفيش حاجة اسمها رجلي بتوجعني، طول ما انت عايشة وبتدب فيكي الروح لازم تشوفي أبو الغضب هياكل ايه النهاردة، أبو الغضب أو أبو النكد أيهما أقرب. ولما جوزك يصحيكي على السحور مفيش حاجة اسمها مش عايزة اتسحر. مش عايزة اتسحر ايه؟ فوقي يا مدام، فوقي يا نجمة يا فنانة فوقي. هما مصحيينك تعملي لهم السحور أصلا، فاعملي لهم السحور وما تتسحريش انتي، هما مش بيعزموا عليكي يا حبيبتي، هما عايزينك تخدميهم. أنا آسفة إني بقولك كده بس دي الحقيقة. الفترة الجاية في المطبخ هتحمري وتقلي كتير، غيري الزيت يا مدام، غيري الزيت اللي انتي وارثاه عن جدك. الزيت في الطاسة في المقلاة اللي من الحرب العالمية التالتة ما اتغيرش. أو شوفي طريقة لتكرير الزيت من النفط الأسود الخام اللي انتي فيه. طشي الملوخية أو طشي الملوخية واحشي الحمامة وانتي برافو عليكي بتتفرجي على MBC مصر دراما. وانتي يا مدام عايزاكي بإذن الله تجهزي نفسك أول يوم رمضان تعملي لجوزك قمر الدين حبيبك صينية كنافة بالكاتافاست أو كنافة باللحمة المفرومة، كنافة أو كنافة زي ما بتنطقيها أيهما أسهل، عشان هيبقى عنده صداع وكلنا عارفين الصداع هيجيله منين. في رمضان عندنا هنا مفيش حاجة اسمها تعبانة ومفيش حاجة اسمها رجلي بتوجعني، طول ما انت عايشة وبتدب فيكي الروح لازم تشوفي أبو الغضب هياكل ايه النهاردة، أبو الغضب أو أبو النكد أيهما أقرب. ولما جوزك يصحيكي على السحور مفيش حاجة اسمها مش عايزة اتسحر. مش عايزة اتسحر ايه؟ فوقي يا مدام، فوقي يا نجمة يا فنانة فوقي. هما مصحيينك تعملي لهم السحور أصلا، فاعملي لهم السحور وما تتسحريش انتي، هما مش بيعزموا عليكي يا حبيبتي، هما عايزينك تخدميهم. أنا آسفة إني بقولك كده بس دي الحقيقة. الفترة الجاية في المطبخ هتحمري وتقلي كتير، غيري الزيت يا مدام، غيري الزيت اللي انتي وارثاه عن جدك. الزيت في الطاسة في المقلاة اللي من الحرب العالمية التالتة ما اتغيرش. أو شوفي طريقة لتكرير الزيت من النفط الأسود الخام اللي انتي فيه. طشي الملوخية أو طشي الملوخية واحشي الحمامة وانتي برافو عليكي بتتفرجي على MBC مصر دراما. وانتي يا مدام عايزاكي بإذن الله تجهزي نفسك أول يوم رمضان تعملي لجوزك قمر الدين حبيبك صينية كنافة بالكاتافاست أو كنافة باللحمة المفرومة، كنافة أو كنافة زي ما بتنطقيها أيهما أسهل، عشان هيبقى عنده صداع وكلنا عارفين الصداع هيجيله منين. في رمضان عندنا هنا مفيش حاجة اسمها تعبانة ومفيش حاجة اسمها رجلي بتوجعني، طول ما انت عايشة وبتدب فيكي الروح لازم تشوفي أبو الغضب هياكل ايه النهاردة، أبو الغضب أو أبو النكد أيهما أقرب. ولما جوزك يصحيكي على السحور مفيش حاجة اسمها مش عايزة اتسحر. مش عايزة اتسحر ايه؟ فوقي يا مدام، فوقي يا نجمة يا فنانة فوقي. هما مصحيينك تعملي لهم السحور أصلا، فاعملي لهم السحور وما تتسحريش انتي، هما مش بيعزموا عليكي يا حبيبتي، هما عايزينك تخدميهم. أنا آسفة إني بقولك كده بس دي الحقيقة. الفترة الجاية في المطبخ هتحمري وتقلي كتير، غيري الزيت يا مدام، غيري الزيت اللي انتي وارثاه عن جدك. الزيت في الطاسة في المقلاة اللي من الحرب العالمية التالتة ما اتغيرش. أو شوفي طريقة لتكرير الزيت من النفط الأسود الخام اللي انتي فيه. طشي الملوخية أو طشي الملوخية واحشي. عايزاكي بإذن الله تجهزي نفسك أول يوم رمضان تعملي لجوزك قمر الدين حبيبك صينية كنافة بالكاتافاست أو كنافة باللحمة المفرومة، كنافة أو كنافة زي ما بتنطقيها أيهما أسهل، عشان هيبقى عنده صداع وكلنا عارفين الصداع هيجيله منين. في رمضان عندنا هنا مفيش حاجة اسمها تعبانة ومفيش حاجة اسمها رجلي بتوجعني، طول ما انت عايشة وبتدب فيكي الروح لازم تشوفي أبو الغضب هياكل ايه النهاردة، أبو الغضب أو أبو النكد أيهما أقرب. ولما
لما جوزك يصحيكي على السحور مفيش حاجة اسمها مش عايزة اتسحر. مش عايزة اتسحر ايه؟ فوقي يا مدام، فوقي يا نجمة يا فنانة، فوقي. هما مصحيينك تعملي لهم السحور اصلا، فاعملي لهم السحور وما تتسحريش انتي. هما مش بيعزموا عليكي يا حبيبتي، هما عايزينك تخدميهم. انا اسفة اني بقولك كده بس دي الحقيقة. الفترة الجاية في المطبخ هتحمري وتقلي كتير. غيري الزيت يا مدام، غيري الزيت اللي انتي وارثاه عن جدك. الزيت في الطاسة في المقلاة اللي من الحرب العالمية التالتة ما اتغيرش. أو شوفي طريقة لتكرير الزيت من النفط الأسود الخام اللي انتي فيه. طشي الملوخية أو طشي الملوخية واحشي الحمامة وانتي برافو عليكي بتتفرجي على MBC مصر دراما. وانتي يا مدام عايزاكي بإذن الله تجهزي نفسك أول يوم رمضان تعملي لجوزك قمر الدين حبيبك صينية كنافة بالكاتافاست أو كنافة باللحمة المفرومة، كنافة أو كنافة زي ما بتنطقيها أيهما أسهل، عشان هيبقى عنده صداع وكلنا عارفين الصداع هيجيله منين. في رمضان عندنا هنا مفيش حاجة اسمها تعبانة ومفيش حاجة اسمها رجلي بتوجعني. طول ما انت عايشة وبتدب فيكي الروح لازم تشوفي أبو الغضب هياكل ايه النهاردة، أبو الغضب أو أبو النكد أيهما أقرب. ولما جوزك يصحيكي على السحور مفيش حاجة اسمها مش عايزة اتسحر. مش عايزة اتسحر ايه؟ فوقي يا مدام، فوقي يا نجمة يا فنانة، فوقي. هما مصحيينك تعملي لهم السحور أصلا، فاعملي لهم السحور وما تتسحريش انتي. هما مش بيعزموا عليكي يا حبيبتي، هما عايزينك تخدميهم. أنا آسفة إني بقولك كده بس دي الحقيقة. الفترة الجاية في المطبخ هتحمري وتقلي كتير. غيري الزيت يا مدام، غيري الزيت اللي انتي وارثاه عن جدك. الزيت في الطاسة في المقلاة اللي من الحرب العالمية التالتة ما اتغيرش. أو شوفي طريقة لتكرير الزيت من النفط الأسود الخام اللي انتي فيه. طشي الملوخية أو طشي الملوخية واحشي الحمامة وانتي برافو عليكي بتتفرجي على MBC مصر دراما. وانتي يا مدام عايزاكي بإذن الله تجهزي نفسك أول يوم رمضان تعملي لجوزك قمر الدين حبيبك صينية كنافة بالكاتافاست أو كنافة باللحمة المفرومة، كنافة أو كنافة زي ما بتنطقيها أيهما أسهل، عشان هيبقى عنده صداع وكلنا عارفين الصداع هيجيله منين. في رمضان عندنا هنا مفيش حاجة اسمها تعبانة ومفيش حاجة اسمها رجلي بتوجعني. طول ما انت عايشة وبتدب فيكي الروح لازم تشوفي أبو الغضب هياكل ايه النهاردة، أبو الغضب أو أبو النكد أيهما أقرب. ولما جوزك يصحيكي على السحور مفيش حاجة اسمها مش عايزة اتسحر. مش عايزة اتسحر ايه؟ فوقي يا مدام، فوقي يا نجمة يا فنانة، فوقي. هما مصحيينك تعملي لهم السحور أصلا، فاعملي لهم السحور وما تتسحريش انتي. هما مش بيعزموا عليكي يا حبيبتي، هما عايزينك تخدميهم. أنا آسفة إني بقولك كده بس دي الحقيقة. الفترة الجاية في المطبخ هتحمري وتقلي كتير. غيري الزيت يا مدام، غيري الزيت اللي انتي وارثاه عن جدك. الزيت في الطاسة في المقلاة اللي من الحرب العالمية التالتة ما اتغيرش. أو شوفي طريقة لتكرير الزيت من النفط الأسود الخام اللي انتي فيه. طشي الملوخية أو طشي الملوخية واحشي. عايزاكي بإذن الله تجهزي نفسك أول يوم رمضان تعملي لجوزك قمر الدين حبيبك صينية كنافة بالكاتافاست أو كنافة باللحمة المفرومة، كنافة أو كنافة زي ما بتنطقيها أيهما أسهل، عشان هيبقى عنده صداع وكلنا عارفين الصداع هيجيله منين. في رمضان عندنا هنا مفيش حاجة اسمها تعبانة ومفيش حاجة اسمها رجلي بتوجعني. طول ما انت عايشة وبتدب فيكي الروح لازم تشوفي أبو الغضب هياكل ايه النهاردة، أبو الغضب أو أبو النكد أيهما أقرب. ولما جوزك يصحيكي على السحور مفيش حاجة اسمها مش عايزة اتسحر. مش عايزة اتسحر ايه؟ فوقي يا مدام، فوقي يا نجمة يا فنانة، فوقي. هما مصحيينك تعملي لهم السحور أصلا، فاعملي لهم السحور وما تتسحريش انتي. هما مش بيعزموا عليكي يا حبيبتي، هما عايزينك تخدميهم. أنا آسفة إني بقولك كده بس دي الحقيقة. الفترة الجاية في المطبخ هتحمري وتقلي كتير. غيري الزيت يا مدام، غيري الزيت اللي انتي وارثاه عن جدك. الزيت في الطاسة في المقلاة اللي من الحرب العالمية التالتة ما اتغيرش.
أو شوفي طريقة لتكرير الزيت من النفط الأسود الخام اللي انت فيه. طشي الملوخية أو طشي الملوخية واحشي الحمامة وانت برافو عليكي بتتفرجي على MBC مصر دراما. وانت يا مدام عايزاكي بإذن الله تجهزي نفسك أول يوم رمضان تعملي لجوزك قمر الدين حبيبك صينية كنافة بالكاتافاست أو كنافة باللحمة المفرومة، كنافة أو كنافة زي ما بتنطقيها أيهما أسهل، عشان هيبقى عنده صداع وكلنا عارفين الصداع هيجيله منين. في رمضان عندنا هنا مفيش حاجة اسمها تعبانة ومفيش حاجة اسمها رجلي بتوجعني، طول ما انت عايشة وبتدب فيكي الروح لازم تشوفي أبو الغضب هياكل ايه النهاردة، أبو الغضب أو أبو النكد أيهما أقرب. ولما جوزك يصحيكي على السحور مفيش حاجة اسمها مش عايزة اتسحر. مش عايزة اتسحر ايه؟ فوقي يا مدام، فوقي يا نجمة يا فنانة فوقي، هما مصحيينك تعملي لهم السحور أصلا، فاعملي لهم السحور وما تتسحريش انتي، هما مش بيعزموا عليكي يا حبيبتي، هما عايزينك تخدميهم. أنا آسفة إني بقولك كده بس دي الحقيقة. الفترة الجاية في المطبخ هتحمري وتقلي كتير، غيري الزيت يا مدام، غيري الزيت اللي انتي وارثاه عن جدك. الزيت في الطاسة في المقلاة اللي من الحرب العالمية التالتة ما اتغيرش. أو شوفي طريقة لتكرير الزيت من النفط الأسود الخام اللي انتي فيه. طشي الملوخية أو طشي الملوخية واحشي الحمامة وانتي برافو عليكي بتتفرجي على MBC مصر دراما. وانتي يا مدام عايزاكي بإذن الله تجهزي نفسك أول يوم رمضان تعملي لجوزك قمر الدين حبيبك صينية كنافة بالكاتافاست أو كنافة باللحمة المفرومة، كنافة أو كنافة زي ما بتنطقيها أيهما أسهل، عشان هيبقى عنده صداع وكلنا عارفين الصداع هيجيله منين. في رمضان عندنا هنا مفيش حاجة اسمها تعبانة ومفيش حاجة اسمها رجلي بتوجعني، طول ما انت عايشة وبتدب فيكي الروح لازم تشوفي أبو الغضب هياكل ايه النهاردة، أبو الغضب أو أبو النكد أيهما أقرب. ولما جوزك يصحيكي على السحور مفيش حاجة اسمها مش عايزة اتسحر. مش عايزة اتسحر ايه؟ فوقي يا مدام، فوقي يا نجمة يا فنانة فوقي، هما مصحيينك تعملي لهم السحور أصلا، فاعملي لهم السحور وما تتسحريش انتي، هما مش بيعزموا عليكي يا حبيبتي، هما عايزينك تخدميهم. أنا آسفة إني بقولك كده بس دي الحقيقة. الفترة الجاية في المطبخ هتحمري وتقلي كتير، غيري الزيت يا مدام، غيري الزيت اللي انتي وارثاه عن جدك. الزيت في الطاسة في المقلاة اللي من الحرب العالمية التالتة ما اتغيرش. أو شوفي طريقة لتكرير الزيت من النفط الأسود الخام اللي انت فيه. طشي الملوخية أو طشي الملوخية واحشي. عايزاكي بإذن الله تجهزي نفسك أول يوم رمضان تعملي لجوزك قمر الدين حبيبك صينية كنافة بالكاتافاست أو كنافة باللحمة المفرومة، كنافة أو كنافة زي ما بتنطقيها أيهما أسهل، عشان هيبقى عنده صداع وكلنا عارفين الصداع هيجيله منين. في رمضان عندنا هنا مفيش حاجة اسمها تعبانة ومفيش حاجة اسمها رجلي بتوجعني، طول ما انت عايشة وبتدب فيكي الروح لازم تشوفي أبو الغضب هياكل ايه النهاردة، أبو الغضب أو أبو النكد أيهما أقرب. ولما جوزك يصحيكي على السحور مفيش حاجة اسمها مش عايزة اتسحر. مش عايزة اتسحر ايه؟ فوقي يا مدام، فوقي يا نجمة يا فنانة فوقي، هما مصحيينك تعملي لهم السحور أصلا، فاعملي لهم السحور وما تتسحريش انتي، هما مش بيعزموا عليكي يا حبيبتي، هما عايزينك تخدميهم. أنا آسفة إني بقولك كده بس دي الحقيقة. الفترة الجاية في المطبخ هتحمري وتقلي كتير، غيري الزيت يا مدام، غيري الزيت اللي انتي وارثاه عن جدك. الزيت في الطاسة في المقلاة اللي من الحرب العالمية التالتة ما اتغيرش. أو شوفي طريقة لتكرير الزيت من النفط الأسود الخام اللي انت فيه. طشي الملوخية أو طشي الملوخية واحشي الحمامة وانتي برافو عليكي بتتفرجي على MBC مصر دراما. وانتي يا مدام عايزاكي بإذن الله تجهزي نفسك أول يوم رمضان تعملي لجوزك قمر الدين حبيبك صينية كنافة بالكاتافاست أو كنافة باللحمة المفرومة، كنافة أو كنافة زي ما بتنطقيها أيهما أسهل، عشان هيبقى عنده صداع وكلنا عارفين الصداع هيجيله منين.
في رمضان عندنا هنا مفيش حاجة اسمها تعبانة ومفيش حاجة اسمها رجلي بتوجعني. طول ما انت عايشة وبتدب فيكي الروح لازم تشوفي أبو الغضب هياكل ايه النهاردة، أبو الغضب أو أبو النكد أيهما أقرب. ولما جوزك يصحيكي على السحور مفيش حاجة اسمها مش عايزة اتسحر. مش عايزة اتسحر ايه؟ فوقي يا مدام، فوقي يا نجمة يا فنانة، فوقي. هما مصحيينك تعملي لهم السحور أصلا، فاعملي لهم السحور وما تتسحريش انتي. هما مش بيعزموا عليكي يا حبيبتي، هما عايزينك تخدميهم. أنا آسفة إني بقولك كده بس دي الحقيقة. الفترة الجاية في المطبخ هتحمري وتقلي كتير. غيري الزيت يا مدام، غيري الزيت اللي انتي وارثاه عن جدك. الزيت في الطاسة في المقلاة اللي من الحرب العالمية التالتة ما اتغيرش. أو شوفي طريقة لتكرير الزيت من النفط الأسود الخام اللي انتي فيه. طشي الملوخية أو طشي الملوخية واحشي الحمامة وانتي برافو عليكي بتتفرجي على MBC مصر دراما. وانتي يا مدام عايزاكي بإذن الله تجهزي نفسك أول يوم رمضان تعملي لجوزك قمر الدين حبيبك صينية كنافة بالكاتافاست أو كنافة باللحمة المفرومة، كنافة أو كنافة زي ما بتنطقيها أيهما أسهل، عشان هيبقى عنده صداع وكلنا عارفين الصداع هيجيله منين. في رمضان عندنا هنا مفيش حاجة اسمها تعبانة ومفيش حاجة اسمها رجلي بتوجعني. طول ما انت عايشة وبتدب فيكي الروح لازم تشوفي أبو الغضب هياكل ايه النهاردة، أبو الغضب أو أبو النكد أيهما أقرب. ولما جوزك يصحيكي على السحور مفيش حاجة اسمها مش عايزة اتسحر. مش عايزة اتسحر ايه؟ فوقي يا مدام، فوقي يا نجمة يا فنانة، فوقي. هما مصحيينك تعملي لهم السحور أصلا، فاعملي لهم السحور وما تتسحريش انتي. هما مش بيعزموا عليكي يا حبيبتي، هما عايزينك تخدميهم. أنا آسفة إني بقولك كده بس دي الحقيقة. الفترة الجاية في المطبخ هتحمري وتقلي كتير. غيري الزيت يا مدام، غيري الزيت اللي انتي وارثاه عن جدك. الزيت في الطاسة في المقلاة اللي من الحرب العالمية التالتة ما اتغيرش. أو شوفي طريقة لتكرير الزيت من النفط الأسود الخام اللي انت فيه. طشي الملوخية أو طشي الملوخية واحشي